صلوا على النبي. طبعا انا عيانه جدا. طبعا بقى عاملين النهارده هو نشر المكرونه حاليا اليومين دول. بطاطس بنتي اللي عاملاها مش انا. مكرونه بالصلصه تمام كده. بصوا بقى ما شاء الله، طبعا كتر خيرها اللي هي عملت. هي حاطه طبق كتير وطبق قليل، مش عارفه بالظبط الاداء، بس يعني كتر خيرها عامه. المهم ان انتوا مثلا لما يكون معاكم بنت يا جماعه، معاكم عيال، لازم تساعدوكوا في البيت. حتى انا يعني هو داخله في اسبوعين وعيانه جدا، بس لازم حد يساعدكم في البيت يا جماعه. يعني انتوا عيانين تلاقي حد سند ليكوا، مش تستنيش بقى اختك، تستني مامتك، تستني مش عارفه ايه. تستني اللي في البيت هم اللي هيساعدوكوا. نفس ما هم انتوا بتعملوا الاكل، نفس ما بتعملوا الشرب، نفس ما بتعملوا كل حاجه. المفروض كل واحد يعمل حاجه. هم مش بيقدروا يتصرفوا قوي عشان اللي عنده دروس، اللي عنده حاجات والكلام ده، هو بس كتر خيرهم لحد ما ان هم ايه بيعملوا يا جماعه اللي بيقدروا عليه. تمام كده. انا طبعا عشان عيانه جدا ومحاليل وده وده وده، طبعا باين على صوتي قوي. فهي اللي عملت كتر خيرها، غسلت مواعين، راحت السوق، مش عارفه ايه الكلام ده كله بداري. بس المهم كتر خيرها. المهم ان يكون عندكم بنت، عندكم ولد، عندكم حاجه، خليهم يساعدوكوا يا جماعه في قلب البيت اللي كلنا قاعدين فيه. لازم نشترك فيه، متستنيش بقى ولا اختك ولا صاحبتك ولا مامتك ولا اي حد هيجي يساعدك، لان انا طبعا فعلا بقالي اسبوعين يا جماعه اهو عيانه جدا. فمحدش هيجي يعمل لي حاجه. عيالي هم اللي هينفعوا يقوموا يعملوا، يقوموا يساعدوا، يقوموا يعملوا حاجه في البيت. الكلام ده كله يا جماعه. الفكره ان انا بصور لكم، مش فكره ان بوريكي دلوقتي انا بعمل اكل. الفكره ان انا بوريكي لازم اللي معاكي موجودين في البيت هم اللي يساعدوكي، هم اللي هيراعوكي. يعني انا نايمه طول النهار وما بقدرش اتحرك كتير، بس هم اللي بيساعدوني، هم اللي بيتحركوا معايا، هم اللي بيعملوا لي الحاجه. الكلام ده كله يا جماعه. فلازم يكون معاكي عيل، لازم تعوديه حتى لو هيشيل حاجه صغيره من مكانه، يروق السرير ويشيل هدوم، هيعمل اي حاجه. المهم ان هم يا جماعه يقوموا يساعدوا نفسهم، ما يتكوش لما انت تقومي